محور الخلية العصبية يحيط به مادة دهنية تدعى بغمد الميالين أو النخاعين، له دور عازل وحماية وتسهيل نقل الإشارات الكهربائية أو نقل السيالة العصبية بين قوسين المعلومات من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى عبر المشابك العصبية التي تربط الخلايا العصبية مع بعضها البعض. فإذا تعرضت هذه الطبقة إلى خلل معين أو إلى تلف معين فيؤدي ذلك إلى نشوء حالة أو مرض التصلب اللويحي. كلمة التصلب ناجمة عن مفهوم تصلب الأنسجة بعد تلفها، الأنسجة العصبية بعد تلفها تتصلب فينشأ لدينا مفهوم التصلب. اللويحي ناجم عن مفهوم علمي لويحات الشيخوخة الناجمة عن تجمعات غير طبيعية لبروتينات معينة حول الخلايا العصبية فتؤدي إلى تسريع الموت المبرمج للخلية العصبية وتلف أغماد الخلايا العصبية وضرر في بنية الخلية العصبية وفي الأداء الوظيفي للخلية العصبية من هذه التجمعات الغير طبيعية للبروتينات مثل التاو الليوي وكذلك الأمر الأميلويد بيتا 42. لحماية الجهاز العصبي بين قوسين الخلية العصبية بحد ذاتها من هذا المرض يجب أن نعرف الأسباب التي تقف وراء نشوء أو تكون هذا المرض. معرفة الأسباب هي عبارة عن العلاج الواقي، وأحيانا إذا كنت مصابا بهذا المرض معرفة السبب الذي أدى إلى هذا المرض تؤدي إلى 90% من العلاج والتخلص من هذه الحالة. استمعوا إلى أسباب متعددة وعلمية مع شروحات مفصلة في هذا الفيديو القيم. قلنا بأن الطبقة التي تحيط بمحور الخلية العصبية تدعى أو تسمى بالميالين أو النخاعين، والتي تشكل نوع من الحماية للخلية العصبية أو محور الخلية العصبية، وأيضا تحسن من الأداء الوظيفي للخلية العصبية. لكن هذه الطبقة يجب أن تتجدد، والتجديد يحتاج إلى خلايا مولدة لهذه المادة. الخلايا المولدة لطبقة الميالين التي تحمل الخلية العصبية تسمى بالخلايا الدبقية قليلة التغصن. هذه الخلايا إذا تعرضت إلى تلف معين فيؤدي إلى غياب عنصر التجديد. كيف يحدث الهجوم على هذه الخلايا؟ عبر خطأ معين في جهاز المناعة، عبر مصطلح ما يسمى بأمراض المناعة الذاتية، حيث أن جهاز المناعة يهاجم هذه الخلايا فيدمرها، مما يؤدي إلى غياب تدريجي لطبقة الميالين. خلايا جهاز المناعة تنقل الإشارات والمعلومات والتقارير بين بعضها البعض على وجود كائن غريب قد دخل الجسم، سواء كان البكتيريا، الفيروسات والفطريات، أو أماكن الالتهاب في مناطق معينة من الجسم. هذا يعبر عنه بأن جهاز المناعة قوي وذو كفاءة عالية إذا كان ضمن المستويات الطبيعية. الإشارات التي يتم تبادلها هي إشارات السيتوكين أو الإشارات الالتهابية، لكن أحيانا تصدر تقارير أو رسائل معينة تكون وهمية أو خاطئة على أن هنالك التهاب أو اعتداء معين، فيقوم جهاز المناعة عبر الخلايا التائية بمهاجمة هذه الخلايا. فأحيانا تكون خلايا الجسم الطبيعية وأحيانا تكون الخلايا العصبية، فيبدأ جهاز المناعة باجتياز الحاجز الدماغي الدموي فيقوم بمهاجمة جهاز المناعة وخلايا جهاز المناعة، فينشأ لدينا أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بهجوم لجهاز المناعة على الخلايا العصبية، فينشأ لدينا مرض التصلب اللويحي. البقاء لفترات طويلة من الزمن بالماء الساخن مثل الساونا على سبيل المثال يعطي إشارات في الجهاز العصبي، إشارات خاطئة على أن هنالك التهابات في الجهاز العصبي، فهذا يعمل على أن جهاز المناعة بخلايا جهاز المناعة تهاجم الجهاز العصبي والخلايا العصبية، فينشأ لدينا مرض تدريجي يقودنا إلى التصلب اللويحي. الجسم البشري إذا كان منخفض فيه مستوى فيتامين دي فهذا يعني انخفاض في آلية الكالسيوم وآلية أيضا الفوسفور، يعني آلية تجديد الخلايا العصبية بنسبة 3%. فالأشخاص الذين يكون لديهم نقص في مستوى فيتامين دي أكثر عرضة لتلف غمد الميالين أو النخاعين لمحور الخلية العصبية. الأشخاص الذين يتبعون أنظمة الحمية الغذائية التي تعتمد على 0 سكريات أو كربوهيدرات أو 0 غلوكوز، فهذا ينجم عنه ماذا؟ ينجم عنه فقدان للغلوكوز
الذي هو الغذاء الحيوي للخلية العصبية، أي نتكلم عن الATP، الطاقة، الميتوكوندريا، وتجديد الخلية العصبية، فينجم عنه بمراحل متقدمة تلف في طبقة أو غمد الميالين. الأشخاص الذين يعيشون ضمن التوترات السلبية والضغوط النفسية والعامل النفسي السيء، هذا يؤدي إلى رفع مزمن لنسبة الكورتيزول وأيضا الأدرينالين، أي العيش ضمن الخوف والقلق والتوتر والتفكير الزائد. فيؤدي بدوره هذا الأمر ارتفاع الأدرينالين وأيضا الكورتيزول إلى أن هنالك وصول لرسائل خاطئة للجهاز المناعي أن هنالك التهابات معينة في الجسم، فيقوم جهاز المناعة عبر الخلايا التائية بشن هجوم على خلايا الجسم، ومن بينها الخلايا العصبية، وبدقة متناهية الخلايا المولدة لطبقة الميالين التي تحمي محور الخلية العصبية، فينشأ في مراحل متقدمة التصلب اللويحي. تناول الهرمونات المصنعة في الأغذية المصنعة أو المعلبة، على سبيل المثال الأستروجين الصناعي وأيضا المواد الحافظة في بعض أنواع الأغذية، تؤدي عند كثرة تناولها في الجسم إلى رفع مستوى العناصر الالتهابية أو رفع مستوى السيتوكين. هذا أيضا يعطي إشارات خاطئة لجهاز المناعة بأن الجسم قد تعرض إلى اعتداء، فيؤدي ذلك أن جهاز المناعة يهاجم خلايا الجسم كاملة، ويهاجم أيضا الخلايا العصبية على وجه الخصوص، فينشأ لدينا أمراض جلدية، وأيضا ينشأ لدينا أمراض مناعية ذاتية، وأيضا ينشأ لدينا التصلب اللويحي. كثرة تناول الأدوية سواء كانت على شكل مكملات من مصادر طبيعية أو كانت على شكل أدوية كيميائية تحفز جهاز المناعة أو على شكل لقاحات، هذه تعطي إشارات التهابية بمناطق معينة في الجسم مع كثرة تناولها بشكل مستمر، فتعطي إشارات وهمية خاطئة لجهاز المناعة، فيقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجسم وخلايا الجسم، وعلى وجه الخصوص خلايا جهاز المناعة، حيث أن كثرة تناول الأدوية بكل أنواعها تعطي مساحات التهابية في مناطق متفرقة من الجسم، فيشتت جهاز المناعة، فيصبح جهاز المناعة يعطي الإنذار أو النفير العام، فيهاجم كامل خلايا الجسم. أهم النصائح العلاجية والوقائية التي أقدمها: أولا، فهم الأسباب وآلية تكون هذا المرض كما ذكرتها آنفا. النقطة الثانية: الحفاظ على السلام والهدوء النفسي والابتعاد عن الضغوط السلبية والشحنات السلبية، الأرق والقلق والتوتر الزائد، وأيضا التفكير الزائد، حتى تضبطوا معدل الكورتيزول وأيضا الأدرينالين ضمن المستويات الطبيعية، وحتى لا يرتفع بشكل مزمن وبشكل مستمر، فيؤدي ذلك إلى خلل في جهاز المناعة وتدمير للخلايا العصبية. ثالثا، استنشاق الهواء النقي المفعم بالأكسجين خصوصا في فترات الصباح الباكر، يساعد بشكل كبير على تعطيل آلية التدمير الذاتي. وأيضا ننصحكم بالابتعاد عن الحميات الغذائية التي تعتمد على صفر كربوهيدرات، فهذه حميات ضارة وليست نافعة. وأيضا ننصحكم بعدم الإكثار من تناول الأدوية مهما كانت، والحفاظ على الجسم بعيدا عن الأدوية قدر الإمكان. وننصحكم أيضا بالمشي والهدوء والسلام النفسي.